النهارده اللي بيضرب هي دولة مصر اللي حساب تصدر مصر ولا تصدر مصر؟ والله تصدر مصر دي لو اتقالت في اي دولة، واحد يطلع يقول تصدر فرنسا ينتهي تاريخه السياسي في نفس اللحظة. هنا العدل تصدر مصر يعني ايه؟ امال احنا ايه؟ من اي لبن رضع دول يقولوا تصدر مصر؟ من اي جاوا اما يقول لي تصدر مصر، هم بيطبقوا تصدر مصر كله، هو تصدر مصر تصدر في وجود ولا يعنيهم مصر تبقى كبيره وصغيره طالما هم ماسكين فيها. هي دي القضيه. القضيه انه لو توقف الشعب لحظه واحده عن النضال من اجل اسقاط هذا الدستور بكل ما يعنيه، فمعنى ذلك ان مصر اللي عرفناها واحببناها ضاعت، وكل المؤشرات اللي كده. دول ناس افهموا البلد نصين، او مش نصين ولا حاجه، الاغلبيه في الناحيه الثانيه، في الناحيه الجيده، انما افهموها لدرجه ما بيكلموا يقول لك هم واحنا شهدائهم وشهدائنا، بلد مقسومه اثنين، وداخل النص الاولاني مقسومه اثنين تانيين، الاقباط والمسلمين. امتى كان الاقباط والمسلمين في مصر مقسومين اثنين؟ ثوره 19 عشان بلاد مع الطريق، ولا ثورة 52 ولا اكتوبر؟ الله اللي عدى قائد الجيش الثالث اللي عدى والله الله اكبر، حد فاكر اسمه؟ الله اكبر، هذا مسيحي مصري عظيم هو اللي قاد وقال الله اكبر. ليه؟ لانه زي ما قال مكرم عبيد المسيحيون مسلمون وطنا. مصر يا سيدي بالنسبه لنا الاسلام ليس مجرد دين، هو دين وتاريخ ووطن، وينطبق على الجميع بما فيهم الاخوه الكرام المسيحيين، من ناحيه لهم دينهم طبعا، لهم دينهم ولي دين، ومصر للجميع، الدين لله والوطن للجميع. انما فوق هذا في انتماء لله، انهم مصريين قبل اي حاجه. لما يجوا يشوفوا، لما يجروا واحد يقول لي هقف على باب الكنائس ومعايا عصايه ادعوهم للاسلام واحن عليهم مره واثنين وبعدين اديهم بالعصايه، ايه دي مفهوم؟ ده مفهوم الامه فقط، ما عادش في امه. هو ده اللي بيجر، ويطلع واحد صحفي كان متنور زمان يشتم في اللي بينشروا الكلام ده. خلاص ما الناس بتنشر عشان ترد عليه، ما هو الكلام ده بيتقال في العشوائيات، بيطلعوا السلفيين ويقولوا ناس مش لازم يطلع للنور عشان نرد عليه، فيتهم اللي بينشروا انه قالوا عليه يسبب للايه؟ احداث الفتنه. انا بقول انه الحل حل سياسي، استمرار النضال لا يتوقف النضال، واول لحظه من لحظات النضال هتكون 25 يناير الجاي على الامه المصريه ان تنتصر وان تنفذ، لان وجودها في خطر، الامه في خطر. اللي عاوزين يرجعوا ضلايلنا مش عارف ايه، احنا تعلمني ده مصر ملهاش ميزه في الدنيا الا انها لها اعظم كادر في الدول دي، انها طول حياتها مصر هي قوتها الناعمه، هي فاتن حمامه ويوسف وهبي ومحمد عبد الوهاب ونجيب محفوظ وكل من حصلوا على جائزه نوبل من ابنائها، دي قوتها الحقيقيه. هو اللي خلى مصر مختلفه عن بقيه الدول. انا اصلا واحد اخذ من اول يوم ذهبت فيه الى باريس، كان في مناقشه رساله دكتوراه مع رجل مصري بيحط في الاقتصاد السياسي، فبيتكلم على الدول المتخلفه، لسه طلع تعبير الدول الناميه، الدول المتخلفه، ولا باعتبار مصر. فوقفوا رئيس الجامعه قال له يا سيدي الفاضل الدول المتخلفه ليست كتله واحده، مصر شيء متميز جدا. متميز بايه؟ بالقوه الناعمه بتاعتها، بمثقفين، بعلمائها، مهندسين، اطبائها. مصر دي في خطر يا جماعه، مصر في خطر، واللي هيبقى منها لو تركناها بهذا الشكل هو العصايه امام الكنيسه، ده رمز لهذا النظام، لهذه الطغمه الفاشيه التي تريد ان تقضي على